مؤاخذة معلش بس من غير عصبية، عشان انت مش فاهم، انت النهارده على الصبح كده لا مزاجك مش رايق، ممكن من غير عصبية بلاش تجيب لي من الحتة دي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، دي تالت حته بقطع فيها. طلباتك ايه يا استاذ؟ خلصني. خلاص ماشية 2 كيلو ريش، هات لي 2 كيلو ريش. لا مؤاخذة يا أستاذ، أنا شايفة حضرتك شايل ملوخية، هي اللحمة دي عشان الملوخية؟ لا عشان الأولاد. مش قصدي هتطبخ الملوخية بالريش؟ طبعا. ما ينفعش، لازم الملوخية باللحمة الضاني. طب استنى معاك، استنى بلاش ريش. يا استاذ السطور بيقطع في اللحمه بس بعد كده. خلاص مشيها 2 كيلو ضاني، خلاص مشيها 2 كيلو ضاني، خلاص انتهينا. ايه يعني مش مشكله. ادي اتفضل 2 كيلو ضاني جاهزين. والتانية واحدة ضاني، بس مش شايفة ان الضاني فيها دهن كتير؟ بس تبقى حلوة للملوخية. بس مش حلوة للمعدة، ممكن تبقى مضرة. شوف يا معلم، بقول لك ايه، ادي 2 كيلو ضاني و2 كيلو ريش و2 كيلو بتلو، نقي منهم اللي انت عايزه وغور من وشي. فكرة خطرية. بصي انا هطبخ الملوخية بالارانب. الارانب احسن. بقول لك ايه، غور من وشي السعادي احسن.